صباح الخير لجميع الرفاق. أم في رجا بيروز رجا عمود النبوي أم لحمي قبالي قني حاضر لحمي قلب سلمان لحمي طوائفة أم بيروز ذكر أم خيراتنا حمها بالي حاضر أم ذكر هم بارتي هم كومي هم مجالس هم مجلسات ريال حمر السنة ما قبل مني عسكري لسر أصلا كاتونا حسكي ميبالي خوش دربة جهاتنا قبل خوش قام شلوهاتنا قبل حقوقي أم خيراتنا كشاركن قبل إيرو ندوامة بلكي سلسلة جفعالياتي ومجمعها بينجاد دستي كربو دناب دي أبيجن پروردها بو قانوني مالباتي جبرية بدفلة بلاتفورما آزاد زيارات كلك كانوا خبر دنابا بانسي مهادر هات مشاهدن ندوي حواري لسراستا كانتونا هاتن شاكرين إيرو بداوي هنا ندوي حواري لكانتونا حسك يديه شخوة بلتي أب ندوي ما بيجي أب كانوا خباتي قوامدكين وقت مالا جزء لسراستا رجابا لسراستا كانتونا هدفك مجي هدو أفهم هدفاياجي براستي أم بيجي برئي ليش لتبع بيداويتي لسرجني هات شيكرن لكن ما لاجنيش ده حزارو يازد هات فكرن لي أما بسكريك اندهاتن لكن نوك بسكريك يبو أنا بدنافتن جبت ما كزبيجي بشورشا روجابا شورشا جنيجي وإيليش يسترنا قربن حر كانك يا أمباب يجن ويبحزارا قابية تجبن ويسلم في مشاهدنا جبر بيك يجي يعني بكي أسالي بيداوي قال لك إيش نسترجن إيه ما تنشيكرن بروح الحرية والمساواة والديمقراطية تمتلك الكفاءة التي تحولها لتأمين أعلى مستويات الكمال في جمال والفضيلة والصواب. حقا لا يمكن استيعاب إبعاد مستوى عبودية النظام ما لم تحلل المرأة فما الحلقات المدورة المعلقة في كل ظرف فيها والمهر والأشياء الزينة سوى انعكاس ثقافة العبودية وقد حرمت من التفكير وكأنها خرساء مبتورة لسانها وحقا يستطيع الرجال استخدامه ويحفظ كما يشاءون. كم خرجت من كونها جوهر ذات معنى منذ أمد بعيد فغدا مات شيئا لم يعد هناك أثر الأولانية المنفية للمجتمع الطبيعي، لم يعد أي أثر للمرأة الحكيمة مديرة شؤون الأطفال واليافعين، المرأة التي يكتفون حولها الرجال يدورون في مدارها. إذا كما بدأ التاريخ كتاريخ الكذب والحرب والاستقلال على أساس العبودية، جنس المرأة في حضارة المجتمع الطبقي سيتم كتابته من جديد كتاريخ استقامة وسلام والمساواة والحرية بعد تحقيق النجاح في نضال المرأة التحرري. القائد عبد الله أوجلان. منذ بداية حركة جرابات التي سميت ثورة المرأة تم تأسيس دار المرأة القامشي والقومي والحسكي عام 2011 وأصبح عدد دور المرأة في كارتون الحسكي 12 دار مع دار المرأة السرياني الذي يعطي بعشتاروت ولا قليل الذهنية السلطوية وعدم تقبل المجتمع لهذا الفكر وبإرادة وإصرار بعض النساء المؤمنات بحرية المرأة بدأت مسيرة هذه النساء نشر فكرة وفلسفة القائد والصعوبات كانت في زيارة المنازل وكان يأتي البرد برفض وطرد هذه النساء ولم يكن من قبل الرجال فقط بل من النساء أيضا. ويوما بعد يوم زاد عدد النساء اللواتي يؤمن بفكر وفلسفة القائد التي تنادي بالمساواة والديمقراطية بل بأن يسرق أحد كلامهن أو يهدر كلامهن معا نضع عالما آمنا لبناتنا الفتيات والنساء أن عماد المجتمع وحمايتهن من العنف ليست خيارا بل واجبا دينيا واخلاقيا وانسانيا. لن نسمح بأن يسرق أحد أحلامهن أو يهدر كرامتهن معا. نصنع عالما آمنا لبناتنا جرأت فيه في كسر الصمت قد تنقذ حياة غيرك. تأسست منظمة السارة
20 في الحسكة، وهي منظمة نسائية مدنية اجتماعية تناهض العنف بكافة أشكاله، بتكافح جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وتقبل في عضويتها كافة النساء من الطوائف والأعراق. تتخذ المعارف والمطايف الدولية والإعلام العالمي لمناهضة الإعلام العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة وبالمرجعية لها شعار تؤمن بأن التغيير يأتي من الداخل ويعزز مشاركة المرأة في الحوارات، وهو ملتزم برفع مكان المرأة من خلال ضمان أصواتهن إلى جانب لجان الصلح والعمل الصلح الاجتماعي مع القضاة والقانون. إذا قلنا أن في بداية عام 2012 كان هناك لحل المشاكل ما يسمى بدار الشعب في مناطق شمال شرق سوريا، وبعد ذلك تم الفصل وأصبح هناك مراكز خاصة بلجان الصلح، وإلى جانب تطورت إلى وجود قانونيين إلى جانب الصلح. فيما بعد وفي عام 2014 تم تأسيس ديوان العدالة الاجتماعية الذي يتركز على المبادئ الأخلاقية للمجتمع ويهدف لبناء مجتمع يعتمد النهج والرؤية الديمقراطية والبيئة وحرية المرأة أساسا له، ويتخذ الحياة المجتمعية منطلقا ويتخذ من المبادئ العالمية للعدالة والحقوق الإنسان أساسا له، ويقوم بحل المشاكل المعنية بالعدالة عن طريق مؤسساته الخاصة، والذي يتكون من لجان الصلح ودور المرأة وديوان العدالة ومجلس العدالة ومجلس عدالة المرأة الاجتماعية، وهي مؤسسات تنشط لتحقيق العدالة الاجتماعية، حيث يتألف منها النيابة العامة وهيئة ديوان العدالة وهيئة التمييز. هيئة ديوان العدالة تنقسم إلى قسمين: ديوان العدالة المدني والغرف الجزائية. إذا جينا وقفنا عن اختصاصات وديوان التنفيذ جينا وقفنا على اختصاصات النيابة العامة، فتكون اختصاصها الجزائي مثل تعدد